السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده بقى انا زهقت من الفراخ واللحمة، قلنا بقى نعمل شوية كشري. ما ينفعش رمضان يعدي الا لما نعمل شوية كشري. اول حاجة نقيت العدس بجبة بتاعي ونقعته في مية سخنة حوالي نص ساعة. قشرت البصل وقطعته حلقات وعفرته كده بشوية دقيق وبدأت أحمره. بعد كده حبايب قلبي حطيت ميه للمكرونه، حطيت فيها ملح وزيت. بعد كده هنبدا بقى شويه سمنه، وقطعت فيها بصلايه عشان نعمل الصلصه بتاعه الكشري، ونص معلقه من الثوم. وهبدا اقلب بقى لحد ما بس ريحتها تطلع، لونها يبقى بني خفيف كده. انا مش عايزاها تتحروق معايا عشان ما تحميش على الصدر. بعد كده انا كده الميه غليت اهي، هبدا انزل بالمكرونه، وابدا اقلب تقلبتين عشان ايه ما تعجنش المكرونه. ونخلي بالنا يا حبايب قلبي. هرجع بقى تاني للصلصه. زي ما انتوا شايفين كده التوم والبصل جهزت، هنبدا ننزل عليهم بالطماطم. انا مش عايزاها تتحروق يا حبايب قلبي عشان ما تحميش على الصدر. اديني بكرر واقول تاني عشان حبايب قلبي اللي بيشوفونا. هنبدأ بقى نحط الطماطم. معايا نص لتر من الطماطم، عليه معلقة من البابريكا، ونص قرن فلفل سواء حامي أو بارد، وهنحط الملح والكمون. احنا كده خلصنا الصلصة. ان شاء الله بإذن الله هتقفي على البوتاجاز بالظبط نص ساعة، الأكلة دي كلها هتخلص ان شاء الله يا حبايب قلبي. بعد كده هنرجع بقى للمكرونة. المكرونة خلاص غليت معايا واستوت وبقت زي الفل. هبدأ بقى أصفيها واشطفها بشوية مية ساقعة عشان تسويتها تقف. ندخل بقى في الدقة، مفيش كشري من غير دقة. بدأت أجيب هنا معلقة من الثوم المدقوق، عليهم حوالي عصير ليمونة ونص أو ليمونتين، عشان أنا جايبة ليمون كبير. لو ما عندكيش يبقى حوالي معلقة من الخل، بس أنا بفضل الليمون عشان الخل ما يحميش برضو على الصدر عشان احنا بنبقى صايمين. حطيت بقى الكمون والملح والشطة وكوباية من المية، وبدأت أقلب وحطيتها على جنب. وكمان خدت منها حوالي 3 4 معالق، حطيتهم على طماطم زي الطماطم المخللة كده يا حبايب قلبي. كده خلاص المكرونة بتاعتي خلصت. حطيت عليها حوالي نص معلقة من السمنة وشوية فلفل اسود، وقلب قلب وحطيتها على جنب. يبقى احنا كده خلصنا، يعتبر مفضلناش الا الرز في الكشري. هنبدأ بقى نجيب الحلة، وصفيت اللهم صل على النبي، صفيت الزيت بتاع البصل، وهعمل بيه الرز بتاع الكشري. بيدي تطعيمه جميله جدا جدا يا حبايب قلبي. هبدا بقى احط الشعريه احمر فيها زي ما انتم شايفين، وابقى انا عايزه اللون الحلو ده، اللون الذهبي الجميل ده. هبدا بقى انزل عليه العدس انا اللي صفيته، وكمان الرز. هدي بقى الرز مع العدس مع الشعريه تشويحتين حلوين، بحيث انها المكونات بتاعتي تتغلف كلها بالزيت وتطلع مفلفله ومفرفره وجميله. الكشري ما يطلعش مني معجن زي ما انتوا شايفين كده. هنبدا بقى بعد كده نحط الملح والكمون مقدار الحياء بتاعنا، وهنبدا برضو نشوحه كده برضو عشان كل حبايه من الرز والعدس والشعريه تبقى متحيقه مظبوط يا حبيبه قلبي. بعد كده هنبدا ننزل بقى بالميه السخنه، كنت مسخنه ميه على جنب. هنبدا ننزل بالمقدار، انا قلت مقدار الكشري او الرز الكوبايه عليها كوبايه ميه، والعدس طبعا بيتحسب معاه. بعد كده اسيبها بقى على نار تتشرب، واوطي عليها اول ما تتشرب، وهنقلبها بشوكه زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي، عشان يا حبايب قلبي ما الرز بتاعنا يطلع مفلفل وجميل. ما تنسوناش بقى يا حبايب قلبي في اللايك والشير وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي. واتمنى اعرف رايكم في الوصفات اللي انا بقدمها. انا كده الحمد لله المغرب كان فاضل له 5 دقايق، بدات اغرف وظبطت الدنيا وعملت شويه طماطم مخلله زي ما انتم شايفين، والورده طبعا بتاع الكشري. وكل سنه وانتم طيبين وبالف خير.